قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك جديد كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهارده عن ايه يا ام محمد؟ انا هتكلم عن مواضيع عديده على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول موضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع، احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه، انت وامواتنا واموات المسلمين. انقلب السحر على الساحر، انقلب السحر على الساحر، واللي حضر العفريت يصرفه. الكلام ده موجه لمين؟ موجه لزاهية داوود، وبقول اسمها بالخط العريض، زاهية داوود، علشان تعرفي ان كل القنوات اللي كانت بتدافع عن حلمية قنوات عندها مبادئ، عندها أخلاق، عندها قيم. لا شفت قناة منهم مطلعة فويس لحد، ولا شفت قناة منهم طلعت تشرشح لحد فيهم. حتى لو في خلاف بيبقى بينهم وبين بعضهم علشان متربيين. لكن للأسف اللي عاملة نفسها بنت الشيخ واللي قالت لك هنغرق، أنا لازم ناخدك وأطلعك كده من المستنقع، هي أول اللي حطتك في مستنقع. وشهيرة اللي قلت أختي وحبيبتي وماليش غيرها، وقلت إنها محترمة أكتر من إخواتك، وقلت إنها مؤدبة أكتر من إخواتك، وقلت إن أنت بتعزيها أكتر من إخواتك، وهي اللي وقفت جنبك، وهي اللي عملت، وهي اللي سوت. مفيش قناة من القنوات اللي وقفت جنبك زي ما أنت بتقولي كانت واقفة اللي علشان مصلحتها فقط، كانت واقفة عشان مصلحتها فقط. وخدوا ياما دعم وهلبوا كتير على حس معرفتهم بيكي. يا انتي اللي ربيتي اعداء من القنوات ديت ليكي، لما كنتي بتطلعي تشيدي بشهيرة وهم التانيين كنت منفضة لهم، فطبعا هم شالوا في نفسهم. دي حاجة. الحاجة التانية، فيه سر دفين الوقت أنا وغيري، أنا وغيري من قنوات النقد أو غيري من المتابعين باعتباري متابعة قبل ما أكون صاحبة قناة. السر الدفين ده إيه يا ولاد؟ إن فيه بلاوي على الخاص بين زاهية وشهيرة، فبالتالي مش قادرة تعض فيه، خايفة منها. صح، خايفة لشهيرة تقول المستخبي اللي بينهم وبين بعض. ايه اللي يخلي ست محترمة زيك يا مدام زاهية تسيب بيت اخوها اللي بتحب وبتعز، سواء كان مصطفى ولا حسن، وتروح تقعد عند شخيرة؟ الا اذا الله اعلم كنت بتعملوا حاجة. ولما نعرف كمان ان حلمية كانت موجودة معاكي، ولما نعرف كمان ان محمد وطارق جوم من عند المحلاوي عليكي، طيب هنقول جايين ياخدوكي. طب حلمية كانت بتعمل ايه هناك؟ انا يا جماعة وجهة نظري هتختلف عن قنوات كتير، سواء قنوات كانت معايا في نفس الموضوع او قنوات ما كانتش معايا واعلى المنصة. انا يا جماعة اي تسامح في الشرف انا ما بعترفش بيه. اي تسامح في الشرف انا ما بعترفش بيه، لان يعني الشرف ما فيش بعده ولا قبله. يمكن انا اكون في الحتة دي زي اخواتنا الصعايدة، وانا اعتقد، مش اعتقد، انا متأكدة ان اخواتنا الصعايدة اول ناس يعرفوا قيمة الشرف
بحق وحقيقي. فأنا بصراحة ربنا ما بحبش التسامح في الشرف، لأن الجرح والطعن في الشرف مفيش أصعب منه. شهيرة ديت هي اللي ياما طعنت حلمية وبنتها في شرفهم، وياما اتكلمت عن اخواتك البنات، وانت برضو كنت بتقول ان هي عندك احسن منهم ومفيش بعد كده. وهي برضو يريد ربنا هي برضو اللي اتفضح سترها كده، ويطلع لها ان هي مسجله لجوزك ومصوراكي ومصوره ابنك ومصوره طارق. انا يعني بحس ان مواقف طارق ديت خرعه، مواقفه خرعه. هو راجل حتى لو صغير، هو راجل، والمواقف هي اللي بتبين معادن الناس. دي ست جت عليك وعلى اختك وسرقتك، وقالت عليك بلطجي، وقالت عليك حشاش، وطلعت عليك اسم مش كويس، وقالت يا كزبرة، وعملت حاجات كتير. يعني ست خصمة ليك فعلا بحق وحقيقي. مهما كان تحالفك مع محمد عبد المجيد، ما كانش يجب انك تروح عند شهيره بأي حال من الأحوال. يا شهيرة بلاش تقول المنة يا خينة البيوت ويا خينة المجالس، لأن بسم الله ما شاء الله الطيور على أشكالها تقع، كلكم في بوتقة واحدة، بوتقة الخيانة، بوتقة الخداع، بوتقة ما فيش كرامة، نو كرامة. فبطلي بقى يعني تقول إن دي خينة المجالس، كلكم خائنين. كل أتباعك خانوك يا ريتشارد، كل أتباعك خانوكي، كل أتباعك خانوكي يا زاهية، وخلوا صورتك مش كويسة أكتر وأكتر وأكتر. للأسف الشديد أنت اخترت الناس الغلط. على النقيض بقى، إحنا كقنوات أو كمتابعين شفنا حقيقة قضية حلمية وعيالها إيه، دافعنا عنهم من غير لا ناخد دعم ولا نتوعد بحاجة، ولا يجيلنا حاجة من يم حلمية، ولا حتى منتدى. انت كان اللي يعمل لك فيديو من قريب او من بعيد يا زهية كنت تقومي راح حطها على المنتدى. اتحداكي لو كانت حلمية حطت لحد مننا واحنا عاملين لها فيديوهات على المنتدى بتاعها. ظلمت اخواتك كلهم بان هم كانوا بيتواصلوا مع القنوات، واتضح ان ابنك اللي كان بيتواصل وهو اللي بيقول الاخبار، بدليل ان ريري معرفتش ان جوزك اتكلم مع شهيره وقال لها كلام ما عجبهاش، قال لها من محمد. انا بستغرب عليك، انا بستغرب حقيقي عليك. حتى لما طارق وقع في المشكله اللي هو فيها دلوقتي مع فيسو، برضه انت اللي حضرت انت وولادك فيسو. المفروض ان انتوا تصرفوا العفريت دي بعيد عن طارق ده لو انت عايزه تمشي صح. وبقول لك يا طارق كلمتين، وبقول لامك برضه كلمتين، ورب العالم ان لا عايزه لكم مشاكل ولا عايزه حد يعمل معاكم اي مشاكل. يا طارق الشرف مفيش أغلى منه، الشرف مفيش أغلى منه ولا أعز منه. المفروض مش أي حد إن أنت تبقى معاها عادي كده ولا كأنه غلط فيك، خاصة اللي مس شرفكم بكلمة. وشهيرة مش عملت عليكم فيديو ولا عملت عليكم، بس ده عملت عليكم فيديوهات وبسات، وبقت تقول من المنقي يا خيار. وياما اهانت امك وطلعت امك بمؤخرتها، لا مش عارفه ايه، ولا سافرت الفيران، لا لا ايه يا ابني. كرامه البني ادم فينا هي اللي بتصونه مدى الحياه، وهي اللي بتخليه مهدور بين الناس لو ما حافظش عليه. يا طارق انت زي محمد ابني، بقول لك يا طارق الا الكرامه، الا الكرامه
إلا الكرامة، ومفيش تسامح في الشرف. واختك بصراحة أنا زعلانة منها، على قد محبتي ليه وهي عارفة ومتأكدة كويس إن أنا بحبها، فإزاي تروح عند زهية؟ إزاي؟ حتى لو كانت خالتها، حتى لو بتكلمها كلميها من بعيد لبعيد. إزاي؟ الشرف، التسامح في الشرف. أنا مش عارفة. كل ما بحاول أفتح معاكي صفحة جديدة يا زاهية، ألاقي صفحاتك القديمة تيجي تبوظ أي صفحة جديدة أنا عايزة أفتحها معاكي. كل مادة للأسف ما بتغرقي في المستنقع أكتر وأكتر. بنت الشيخ كانت عايزة تطلعك في المستنقع، بالعكس هي اللي حطتك في المستنقع، هي وكل القنوات اللي انت اتغطيتي بيه. لأن القنوات اللي انت اتغطيتي بيها ديت المتغطي بيها عريان، كشفوكي وكشفوا سترهم وبيدوا البعض من المنقي يا خيار، وبقوا فرجة اليوتيوب، وانت كمان بقيتي معاهم فرجة اليوتيوب. فما اسمعكيش بقى يا شهيرة تقولي خاينة المنصة ومش خاينة المنصة، لانك انت خنت الست اللي انت اكلت معاها عيش وملح، خنت زاهية. خنت زاهية وصورتيها وبعت صورها وهي في بيت شخيرة، وعرفتها انه عرفتهم ان هي غضبانة او زعلانة من جوزها وعيالها، وعرفت المتابعين كلهم وشهرتيها احلى شهرة على الخاص. المشكلة بقى في المتابعين اللي هم عارفين ان انت بالفعل بتسجلي وبتعملي كل حاجة مش كويسة معاهم، وبتخونيهم فعلا، وانت تبقي خاينة امانة زيك زي منى، مفيش فرق. المشكلة ان عارفين ده كله، وفي الاخر يقولوا ايه؟ شخيري او شهيري، لا شهيري غلبان، شهيري غلبان. انت اول ما طلعتي وعملت فيديوهات نقد وابتديتي تحامي عن زاهية، كنت بتقولي يا شهيرة ان البيت بتاع اهلك دي انت اشتريتيه منهم، وان جوزك ليه بيت تاني بقدرة قادر. لما ام ناصر تظهر في حياتك ان البيت ده ما هوش بيتك وعايزة تشتريه، لما ام فالح ظهرت في حياتك هي التانية، البيت ده بقى ما بقاش بيتك وعايزة تشتريه وعايزة تظبطيه وعايزة تبني لابنك، وبنتك تعبانة ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. اعتقد ان بنتك متجوزة راجل تبقى مسؤولة من راجل. يعني انت ممكن تساعدي لو هم ظروفهم مش كويسة، ممكن تساعدي، لكن مش معقول عبء تعب بنتك كله يبقى عليك. امال متجوزة راجل ازاي يعني؟ فكل راجل طبعا زي رجالتنا كلنا مراته مسؤولة منه. فانت هتساعدي بنتك؟ انا بقى اساعد بنتي لما اكون في موقف زي ده وما معهمش فلوس اساعدها. لكن انا شايفاكي خدتها سبوبة، انت للاسف الشديد خدتيها سبوب. ويا رب انا ما بتمناش الشر لبنتك ولا لاولاد اي حد، لا لبنتك ولا لاولاد اي حد، لان ولادنا مالهمش دعوة باللي بيحصل على المنصة. ربنا يشفي بنتك ويشفي كل مريض. بس ما قلتش لنفسك ان انت عندك ولاية؟ ما قلتش لنفسك ان انت عندك ولاية؟ اني قلبي وجعني وزعلت على تعبك في عمرتك بالاكتر كمان لما لقيتك بتسب شيماء في الفترة القريبة ديت، وعمالة تقولي ايه وده واخدها خارج بيت ومش عارفة ايه وحاجات تمس الشرف. وانت كنت بتسمعي بس شيماء، وشيماء ما كانتش بتتكلم عنك، ده شيماء كانت بتتكلم عن قلة اللي انت فاتحاها على المنصة وبتشتميها وبتهيني فيه. فشيماء ما كانتش بتشتمك. ليه تدخلي؟ ليه تتكلمي عنها في شرفها وتقولي ان هي خارج بيت وكلام فاضي وحاجات ملهاش لزوم؟ ليه؟ مع العلم ان انت ست وعندك وليتين. يبقى ليه؟ لو انت مش عايزة حد يتكلم في شرف بناتك وشرفك، المفروض ما تتكلميش مع حد، عشان يبقى الجزاء يا شهيرة من جنس العمل. انا بكلمك دلوقتي كقناة نقد، بقول لك ما يصحش انت تتكلمي في شرف حد، عشان ما حدش يتكلم برضه في شرف.
حتى لو كانت منة غلطانة من السما للأرض، ما عجبنيش برضو كلام جوزك عنها حتى لو شتمت. يعني يقال إن النساء ناقصات عقل ودين، وده راجل المفروض إن هو يبقى إيه، يعني تفكيره راكز، ألا يقول أسوأ ألفاظ وأنت عادي كأن مفيش أي حاجة، والمتابعين اللي قاعدين يسمعوا هم نفسهم اللي كانوا مع منة مش عارفة ازاي طايقين يسمعوا ألفاظ زي ديت من جوزك يا شهيرة. مش ولا تنسوا، ما بتعملوش حاجة لمقولة ولا تنسوا الفضل بينكم. مش ديت منة اللي ما كنت أنا ما بدافعش عنها، بس دي حقيقة. مش دي منة اللي انت ما كنتش بتعملي أي بس من غير ما تندهي عليها علشان تيجي تطلع معاك على المنصة. انا والله مانيش عارفه، انتم مالكمش خير في بعض. ربنا يستر يا زاهيه، يا زاهيه، ان ربك لبالمرصاد. عملت كتير في اختك وعيالها، وكل الحشاشجيه اللي حواليكي ردهولك، وكل حاجه سلف ودين.